إلهي تقع عليك حيطة وتكسرك زي ما كسرتها كده. دعوة كل أم بتدعيها، بس ما احناش عارفين باب السما مفتوحة مقفولة، الدنيا ايه بالظبط. معانا النهاردة مشكلة غريبة جدا، صاحبة مشكلتنا النهاردة بتعرضها عشان تقول لنا خدوا بالكم. تعالوا بينا نسمع النهاردة ايه الموضوع وايه القصة. بس قبل ما نقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنقول مشكلة او نصيحة صاحبة مشكلتنا بتقول زمان أول ما اتجوزت أمها أهدتها يوم الصباحية فازة حلوة جدا كانت عجباها قوي. حطت الفازة زيها زي أي ست في مكان، وكانت رايحة جاية فرحانة بهدية أمها ليها. مرت الأيام وجابت 3 صبيان. ال3 صبيان أشقية، وكلنا عارفين الولاد أشقية. بتقول في وسط ما انا عماله بقى في زحمه الحياه وملهيه في ولادي لان خلفت على طول، كنت على طول عامله زي المكوك في البيت، انضف واشيل واحط واظبط العيال وي وي وي، وجريت المدارس وجت المدارس وعلمت وربيت. من ضمنهم الولد الوسطاني، وكان شقي جدا جدا. كان عندي الوسطاني ده عفريت وقرد. المهم بتقول انه وهو بيجري وبيلعب كسر فازة امي اللي كانت غالية عليا جدا جدا جدا. جريت ألم اللي واقع منها على الأرض وقلت له روح إلهي تقع عليك حيطة وتكسرك زي ما كسرتها. ونسيت. وعدت الأيام، والوسطاني ده أحن أولادي وأطيب أولادي وبر بيا جدا، وكان متفوق جدا في الدراسة وطيب وغلبان، وخلص دراسته وكبر زي ما قلتلكم. وخلص الدراسة وابتديت أدور له على عروسة عشان عايزة أفرح بيه، خصوصا إني جوزت أخوه الكبير، والصغير ده الشقي بتاعنا كل يوم مع واحدة وكل يوم مع بنت وكل يوم وتليفونات ودنيا وحاجات كتيرة جدا بيعملها. المهم عايزة أجوزه، وابتديت أدور له على عروسة عشان عايزة أفرح بيه وأدعي له يا ابني ربنا يرضيك زي ما أنت بترضيني، ويديك زي ما أنت بتديني، ويكرمك ويطعمك ما يحرمك، وأشوفك عريس. هي دي الدعوة اللي المفروض كل أم تقولها لولادها، بس احنا غصب عننا بندعي عليهم وما احناش فاكرين أو فاهمين الدنيا هتخبي ايه. لكن في يوم من الأيام بتقول جوزي عنده بيت قديم. البيت القديم ده كان عايز يهد ويبنيه والعمال شغالة فيه. ابني علشان بر بيا وبأبوه راح مع أبوه، وفي وسط ما هو واقف وكان واقف بعيد وقع عليه حيطة أو جدار من البيت. وقع. أنا ما كنتش لسه عرفت. أبوه بيقول لما وقع عليه اتصدمنا، جرينا طلبنا الإسعاف وشيلنا من عليه اللي نقدر نشيله، بس ما كناش قادرين نشيله ونعدله أو نقلبه، لأنه كان عامل زي الإزاز صعب يتنقل إلا بطريقة معينة. وجت الإسعاف خدته وراحوا نقلوه على العناية المركزة، واتصل بيا جوزي وقال لي تعالي ابنك حصل 1 2 3 والجدار وقع عليه. استغربت وقلت الدعوة اللي اتدعت وهو عنده 5 سنين لسه موجودة في باب السما لحد النهاردة. أنا دعيت عليه إنه يقف عليه جدار يكسره زي ما كسر فازة أمي. جريت على ابني في العناية المركزة ملهوفة وعايزة أشوفه، بس للأسف مرضوش يخلينا أشوفه. وفي الآخر عافرت وعملت المستحيل ودخلت له وبصلي وهو كان فاكر، وقال لي الدعوة بتاعتك اهو، خدت حقك يا ست الكل. وقع عليا الجدار واديني اتكسرت زي ما كسرتلك الفازة. قعدت ابوس في ايده وفجأة الاجهزة كلها وقفت، وجا الدكتور وقال لي ابنك مات، البقاء لله. حزنت جدا 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 وبقيت بموت من جوايا ومش قادرة. ابني ضنايا مات عشان في حتة فازة ودعوة استجابت للسما. بصراحة مش قادرة أكمل، القصة مؤثرة جدا والأم حزينة جدا. خلصت القصة دي وخلصت الكلام ده إن ما تدعوش على ولادكم، ادعي لهم بالهداية
وربنا يرحم أمواتنا أموات المسلمين جميعا. شكرا لكم، شكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.